النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه عمل الكبده الاسكندراني زي بتاعه المحلات واحلى، لان فيها تكات جميله جدا. اوعي تنسي تفوتك، لان التكه ديت هي اللي بتخلي الطعم في منتهى الجمال ومش هتندمي لما تجربي. انا هنا معايا نص كيلو من الكبده العصافيري، ومعايا معلقه من الثوم ومكعب ماجي وبهارات كبده. اول حاجه هنبتدي نعمل ايه؟ طبعا انا هنا اول حاجه هعملها قبل ما اعمل الكبده خالص، ببتدي احط الكبده بالشكل ده بالطريقه دي كده، وبنزل بمعلقه صغيره من الثوم بالشكل ده، وبنزل بمكعب ماجي. طبعا السر دوت سر المحلات. هنا معايا بهارات الكبده، بحط حبه مش كتير بالشكل ده، وببتدي اقلبها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بربع معلقه خل بالشكل ده وهقلبها. طبعا انا كده لسه ما عملتش الكبده خالص، دي التكايه اللي هي بتاعه المحلات اللي كلكم بتعشقوا الكبده من بره، فاحنا بنبيتها يعني بنسيبها بتاع ساعه كده في المحلول دوت. التتبيله دي بالشكل ده كده هسيبها لمده ساعه، وبعد كده هرجع هقول لكم احنا هنعمل ايه. يلا بينا. طبعا هنا انا بعد ما سبتها ساعه اتبلت معانا بالشكل دوت، بقت معانا كده ريحتها في منتهى الجمال، طبعا عشان احنا حاطين فيها تتبيله الاول. وهنا انا مقطعه 3 قرون فلفل، مقطعاهم رفيع جدا بالشكل ده كده. طبعا كلنا عارفين ان الكبده بتحب الزيت، هنزل بشويه زيت بالشكل ده كده اهو، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا. هنا الزيت سخن معانا بالشكل ده، بنزل بمعلقه من الثوم بالشكل ده كده، انا ما بحمرهاش، انا بسيبها كده يا دوبك بديها تقريبا بالشكل دوت، وببتدي انزل بالكبده كلها مره واحده. بالطريقه دي هسيبها تتسلق شويه، هسيبها تاخد في بعضيها شويه كده وهوريكم هنعمل ايه. بصوا المنظر عامل ازاي، يا لو قلتلكوا على الريحه في منتهى الجمال. انا هنا معايا قرن فلفل حراق، حابين تحطوه ماشي للي بيحب الحراق، مش حابين بلاش. يبقى اقلبه بالشكل ده كده. طبعا انا هنزل بشويه بهارات كبده مش كتير عشان انا كنت حاطه في الاول بالشكل ده، وهنزل بشويه كمون بالشكل ده كده، وهبتدي اقلبها. هنا بقى انا هبتدي انزل بكميه الفلفل اللي انا قطعتها بالشكل ده، وهنزل بشويه ملح صغيرين جدا حسب الحدق اللي انتوا عايزينه. هحط شويه ملح وهسيبها
تكمل السوا بتاعتها وهرجع لكم. طبعا هنا على ما الكبده تستوي معانا هنبتدي نعمل الطحينه. انا هنزل بشويه ملح، شويه كمون، بالشكل دوت. بعد ما حطيت الملح والكمون ببتدي اقلبهم كده الاول بالشكل ده كويس جدا. بكون معايا ميه مغليه وبحطها حسب ما تحتاج معانا اهي. نقلبها كده. انا بنزل بسنة توم صغيرة كده وبكمل تقلبها اهي. بصوا بتتقل معانا، بتعمل معانا ازاي بالشكل ده اهي كده. ببتدي انزل بالميه حبه صغيرين بالشكل ده وارجع اقلب اهي كده. طبعا هنا بالطريقه ديت هي بتدينا كميه كبيره جدا. بصوا بتبتدي ترجع تتقل تاني ازاي. بصوا تبتدي ترجع تتقل تاني معانا بالشكل ده. هرجع انزل بشويه ميه تاني وارجع اقلب بالطريقه دي كده. بالشكل ده انزل تاني بكميه ميه وارجع اقلبها انزل بالخل حبه حبه مش كتير اهي وابتدي ارجع اقلبها انزل بسنه خل كمان اهي. بقت معانا بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. الكبده هتخلص وهبتدي اعمل السندوتشات معاكم. يلا. وهنا كده الكبده خلصت معانا بالشكل دوت جميله جدا. هنبتدي نعملها سندوتشات ونحط عليها الطحينه وهوريها لكم عامله ازاي. هنا كده الكبده بعد ما خلصت معانا بالشكل دوت هبتدي اعمل السندوتشات بالطريقه دي اهي كده بالشكل ده كده. وانزل بالطحينه اهي بالشكل ده كده. بالطريقه دي هكمل الكميه كلها وارجع لكم. بقى معانا اجمل كبده بعد ما خلصت. ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. هتعجبكم وهتعجبكم الطريقه ديت لان دي طريقه المحلات. بدل ما تشتروها من بره هتبتدوا تعملوها في البيت. معاكم منوعات من نهوبه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.